وصل اللاعب إيجاريا الناس كلها بتتكلم عليه مصر. إيجاريا عنده 26 سنة، لعيب من أصول نيجيرية بس معاه الجنسية الإنجليزية. أول مشوار ليه كان مع فريق أرسنال من 2014، فريق الشباب. راح ليفربول وكان بيدربه يورجن كلوب، وكان زميل لصلاح وساديو ماني. بعد كده راح إعارة لفريق ساندرلاند، لعب معاهم 11 ماتش، جاب جون. بعد كده راح إعارة لفريق اسمه رينجرز الاسكتلاند، لعب 28 ماتش وجاب هدفين. اتباع في 2020 لنادي ريدينج الانجليزي، لعب 127 ماتش، جاب 9 تجوان وعمل 13 اسيست. لعب مع منتخب انجلترا للشباب 9 ماتشات وجاب 3 تجوان. اللاعب مهاري، بس المشكله ان هو من شهر يناير ما لعبش كوره، اصاباته وحشه ومتكرره في عضله الفخذ. الزمالك هيعمل له اختبار طبي، ولو باذن الله تمام ينضم مع الفريق. اللي هيحدد الكلام ده جوميز، هيبص عليه والله يناسبنا اقعد يا باشا، ما يناسبناش على طيارتك يابا. إصابة